لقد مات أعز إنسان إلي. ماذا أفعل؟ لقد اسودت الدنيا في عيني. قولي لي بالله عليك، ماذا أفعل؟ أنت من قتله. ماذا؟ ولماذا تتدخل أنت في هذا الموضوع؟ أنت من قتله. مولاتي لا يرز ويهو. عظيم عظيم. طبعا اسمحوا لنا شباب ناخذ الفنان محمد العجيمي منكم بس دقائق. ابو عيسى حياك الله معنا في سهرة بدون زعل. حياك الله. طبعا سهرتنا بدون زعل نبي الابتسامة تستمر لنهاية اللقاء ان شاء الله. بس يعني وقت بروفات جد وهذا شلون تبي؟ على العموم احنا اول مرة نشوفك تمثل جد، ولو ان اخرها صار فيها ضحك رجعت للكاركتر ده العادي. ما اقدر. المهم في سؤال دائما يتردد حول الفنان محمد العجيمي، وهو انه دائما يقدم اعمال بعيدة عن الفن. اعمال بعيدة عن الفن؟ يعني كاركترات مميزة ولكن لا تمثل الفن بصلة. والله صراحة ما ادري يعني، بس اللي موجه النقد المفترض اولا هو يعي شنو معنى الفن. يعني الفن رسالة الغرض منها اظهار الجمال في اي ناحية، وبعدين الغرض الثاني منها اضفاء البهجة والسعادة، سواء في لوحة تشكيلية، حتى في مباراة، حتى في أغنية، في تمثيل. فبما أن الحمد لله يعني أنا قادر أضفي البهجة وقاعد أسعد الناس، فأنا باعتقادي أن يعني إن ما اللي قاعد أقدمه قاعد أقدم فن، خصوصا يعني أن والله الحمد الأعمال اللي قدمناها بالفترة الأخيرة أو طوال السنوات الأخيرة حازت على إعجاب الناس، وبعدين حققت أرقام قياسية سواء على مستوى العروض أو مستوى الحضور، يعني حضور الجمهور لها. طيب حتى لو كان هذا الكاركتر على حساب هدف المسرحية، هو يعني أنت تقول أو توضح لنا أن أهم شيء إسعاد الناس. نعم. لكن في قضية، في هدف في المسرحية، احنا نلاحظ أن خروجك عن الهدف وتتم طبعا بالإضحاك أكثر. يعني طبعا. ايش رايك؟ والله أنا طبعا أنا سعيد أن أي نقد يوجه لي بصراحة ما يزعجني، بما أن الغرض منه أن أنا أتعلم أو أنا أقوم حتى الفن اللي أنا قاعد أقدمه للناس. إحنا دائما نستلم النص مثلا من اكثر اعمالنا من مسرح الجزيره من محمد رشود مثلا الكاتب، ويكون المخرج نجف جمال معنا، نستلم نص احيانا طابعه كوميدي لكن لغته الحواريه جامده، فاحنا دورنا كممثلين نحاول نخفف هذا النص ونقدمه حق الجمهور بقالب اكثر كوميديه مع وجود الهدف. يعني احنا ما ممكن الواحد يطلع على النص الا بعد موافقة المخرج، بعد موافقة المؤلف. في احيانا شغلات صراحة يغفرونها لنا، يطوفونها لنا، ما يكلمونا عنها اذا كانت في سياق الفكرة او سياق الهدف او سياق النص، لكن اذا كانت بعيدة لا بيقولوا لي تعال ليش شكوا الموضوع هذا الدخلة في القضية هذه يا اخي شتت الناس. اقول لهم لا، إذا يعني أحيانا تكون ارتجالية طبعا. أي طبعا، هو في غالب الكوميديا. طيب في عرف المسرح هل يجوز الارتجال والخروج عن النص؟ اي طبعا، يعني اذا كانت في مجال الكوميديا تجوز لسبب واحد، اذا كانت تخدم النص وتخدم الاغراض اللي انكتب على يعني علشانها النص، والكاتب قاصد فيها فكرة يوصلها، فبالتالي الناس دائما تتقبل النقد من خلال الكوميديا.